السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أحلى وأغلى أخوات ومتابعين سمسمة، يا رب تكونوا بخير وبيوتكم دايمًا كده تكون مليانة بالخير. عارفين إن ممكن شريط دوا بس من الصيدلية البشرية ب10 جنيه أو 15 جنيه بدل ما تدفعوا 200 و150 جنيه في الأدوية البيطرية ممكن ينقذ لكم دورة طيور أنتم دافعين فيها الآلافات. فإحنا عندنا يا جماعة كنز معظم الأدوية اللي هاقولها لكم النهارده بتكون موجودة عندنا في البيت، فالنهارده بقى أنا هاقول لكم سر الصيدلية البشرية اللي باستخدمها أنا لطيوري، وهاقول لكم على أهم وأقوى 7 أدوية بشرية مفعولها أسرع من البيطري، وكمان بتجيب معاكم مفعول حلو وسعرها بيكون على قد الإيد ومتوفرة، لإن طبعًا مش كلنا بتكون جنبنا في الصيدلية البيطرية، وده كمان على فكرة بيستخدم لكل أنواع الطيور زي البط والفراخ، بلدي، ساس وأبيض، كل أنواع الطيور. خلّي بالكم بس وركّزوا معايا عشان الدوا رقم 5 اللي أنا هاقوله لكم بالذات ده كده لو أنتم بتشتكوا من موت مفاجئ لطيوركم كمّلوا بس معايا الفيديو للنهاية، إن شاء الله مش هيحصل لكم كده تاني خالص لمّا تستخدموا الأدوية اللي أنا هاقولها لكم دي. كل أي مرض إن شاء الله بإذن الله، يعني هاحاول على قد ما أقدر أي مرض يصيب الفراخ إن شاء الله هاقول لكم على الأدوية البشرية وتطلّعوا دورة ناجحة. أهلًا بيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم في فيديو جديد، أنا سمسمة ودي قناتي خير بيوتنا مع سمسمة. فيديو النهارده يا جماعة مهم جدًا، جدًا، عشان هنتكلم فيه عن بدايل الأدوية البيطرية الغالية أو اللي مش متوفرة عندنا بالأدوية البشرية اللي موجودة هتلاقوها في أي صيدلية بشرية، وكمان سعرها يكون على قد الإيد. بس قبل ما نبدأ لو يهمكم النوع ده من الفيديوهات لتربية الطيور خاصةً يعني في البيت وبأقل تكلفة، يا ريت تعملوا لايك للفيديو ده، عايزة الفيديو ده ينفجر كده من اللايكات، واشتركوا كمان في القناة علشان يوصل لكم كل إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وما تنسوش نعمل شير للفيديو. يالّا بينا الأول كده نذكر الله ونصلّي على رسول الله وندخل على الفيديو. أول دوا معانا يا جماعة وهو مهم جدًا، جدًا، جدًا ولكل الطيور وده مَلِك يعني المطهّرات المعوية وهو الفلاجيل. لو بقى شفتوا كده إسهال بُني أو أبيض أو عندكم البط أو الفراخ بدأ يقطع أكل برضه ناتج عن الإسهال، فالفلاجيل والأنتينال الاتنين زي بعض يا جماعة. الاتنين هو ده الحل السحري، يعني أنا شايفة إن الفلاجيل والأنتينال الاتنين حل سحري جدًا لعلاج الإسهال البُني أو الأبيض. طب الجرعة بتاعته يا سمسمة بنستخدمه إزاي؟ هاقول لكم، بنحط لو هو شراب بتاع اللي هو زي بتاع الأطفال ده، بنحط 5 سنتي على لتر المَيّة، وده بنحطه قدّامهم 3 أيام أو 5 أيام على حسب الحالة وعلى حسب ما الإسهال وقف معانا أو لأ. طيب لو هو كان إقراص، سواء كان بقى كبسولة أنتينال أو كان إقراص من اللي هي أقراص الفلاجيل اللي هي البيضا دي، لو هي الإقراص فإحنا هنطحن قرص يعني تطحنوه كده كويس وتحطوه على السقاية لتر المَيّة برضه لمدة 3 أيام، أمّا لو هي كانت كبسولات اللي هي الأنتينال فإحنا بنفتح الكبسولة بنفضّي البودرة بتاعتها في المَيّة برضه لتر مَيّة، كبسولة واحدة على لتر المَيّة، ونقلّبها ونقدّمها برضه قدّامهم 3 أيام أو 5 أيام وهتشوفوا النتيجة يا جماعة ممتاز. طب ده إحنا بنستخدمه من إمتى؟ من بعد اليوم السادس، وكمان عايزة أقول لكم إن بيبقى في أحيانًا إسهال بُني في أول أيام كده من عمر الفراخ، في ناس كانت بتشتكي وبتبعت تسأل، ما تقلقوش يا جماعة، ما تقلقوش خالص يعني الإسهالات اللي بتبقى في الأول خالص دي ما فيش فيها أي مشكلة خالص، أهم حاجة بس إن إحنا نحافظ كده على نضافة الفرشة، وإن الفرشة بتاعتهم تكون نضيفة وما تكونش فيها بَلَل، وكمان نحافظ على نضافة السقايات والعلافات والفترة الأولانية من حياتهم دي، ما تقلقوش خالص من موضوع الإسهال البُني. طيب خلّينا ندخل بقى على تاني دوا معانا إحنا بنستخدمه، وبرضه ده سعره رخيص جدًا، جدًا، جدًا وهو الRevo. الRevo سواء الRevo الأخضر موجود أو شريط الأسبرين اللي بيبقى موجود في الصيدليات ده، اللي هو زي بتاعنا بتاع زمان ده، اللي هو إحنا بنستخدمه كمُسكِّن وخافض للحرارة، ده جبار. لو بقى الجو حَر مثلًا والطيور بتنهج أو حتى الجو برد وحاسين إن هُم كاشين كده في بعض، نُص قرص بس كده من الRevo ده على السقاية، هيرجّعهم يجروا من تاني بُصّوا هيبقوا زي الفل، وخاصةً كمان في الحَر ده بيبقى ممتاز، ممتاز، ممتاز في الحَر، تحطّوا نُص قرص أو قرص بالكتير أوي على السقاية. خلّينا بقى ندخل على تالت دوا معانا وده مهم جدًا، جدًا، جدًا في الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي. أول ما تبتدوا تسمعوا بقى صوت الضفادع، عارفين صوت الضفادع ده طبعًا بيبقى موجود في البرد وإحنا دلوقتي في شتا والجو ساقعة جدًا وخاصةً كمان ده للفراخ البيضا. صوت خنفرة، بدأوا يعطسوا، ده بقى لكل أنواع الطيور بقى العطس ده. ده بقى الساحر اللي بيفتح بقى النَفَس كده بتاع الطائر، بيخلّيه كده يعرف يتنفّس وبيطرد البلغم اللي بيعمل صوت الضفادع وإلى حد كبير أوي بتقِل الحكاية دي، وبيرجع يسحب تاني في الأكل بقى بقوة يعني. هو إيه، هو Olifant الشراب، ده شراب ده بيبقى موسّع شُعَب وطارد بلغم، طيب ده نستخدمه جرعته قد إيه، 5 سنتي برضه على لتر المَيّة لمدة 3 أيام، وده من بعد اليوم العاشر. خلاص كده؟ طيب يالّا بقى ندخل على الدوا رقم 4 بس استنوا، قبل ما ندخل بقى على الدوا رقم 4 ورقم 5 اللي بيحوّلوا وزن الطيور، خدوا بالكم من الأدوية اللي أنا هاقولها لكم اللي جاية دي بتحوّل وزن الطيور بشكل ملحوظ،
بس لازم تعرفوا إن في حاجة صغنططة كده لو عملتوها غلط، يعني ممكن تقلب معاكم الموضوع، بس هاقول لكم عليها، خليكم بس معايا في آخر الفيديو، وهاقول لكم عليها في الآخر بعد ما نخلّص كل الأدوية. خلاص، خلّينا بقى ندخل كده على الدوا الرابع. الدوا الرابع يا جماعة الممتاز، ممتاز اللي فاتح للشهية ومنظّم هضم وبُصّوا ممتاز جدًا. ده هو اسمه ديجستين. النيو ديجستين ده هو عبارة عن فاتح شهية وفي نفس الوقت بيهضم، بيفتح الشهية وبينظّم الهضم، فلو البط أو الفراخ عندكم أيًا كانت الطيور يعني اللي عندكم، بياكل بس مش بيبان عليه، وزنه وتحويله مثلًا ضعيف، شهيته قليلة، هنحط من 3 سنتي ل5 سنتي من الدوا اللي أنا لسه قايلة لكم عليه ده على لتر المَيّة. ده بقى بيعمل إيه، بيفتح الشهية وكمان بيخلّي الطائر بيستفيد من كل حباية علف بياكلها، يعني بيهضم كويس جدًا، بيحسّن الهضم جدًا، فبيخلّيه يستفيد من كل حباية علف بياكلها ويحوّلها للحم، وبالتالي ده بيزوّد الوزن، يعني بيفتح شهية، يحسّن الهضم، يستفيد بأقصى درجة جدًا من العلف، فبالتالي الدوا ده مهم جدًا علشان ده بيزوّد الوزن. خلّينا ندخل بقى على الدوا الخامس وده اللي أنا قُلت لكم عليه السر الكبير، اللي يعني بُصّوا أنا عايزة أقول لكم على حاجة، أنتم عارفين إن دلوقتي العلف بقى منتشر فيه للأسف يعني جدًا، والناس بتشتكي أوي من موضوع السموم الفطرية اللي بتموّت الطيور فجأة، بدون مقدمات، تبقى الفرخة كده كبيرة كده قدّامنا ما شاء الله كده وحلوة، وفجأة تلاقوها ماتت فجأة، هي مش عيانة وما فيهاش أي حاجة، فده بيبقى سموم، سموم في العلف، سموم فطرية، فإحنا لازم ندّيهم حاجة تغسل الكبد، وفي نفس الوقت تبقى مُضاد للسموم، فالدوا ده اسمه هيباتيكم، الهيباتيكم ده ممتاز جدًا لإنه منشِّط كبد ومُضاد للسموم، بيغسل كبد الطائر وبينضّفه وبيمنع حكاية الموت المفاجئ ده، وده أهم دوا يا جماعة لازم يكون موجود عندكم طول الدورة، لإنه كمان عايزة أقول لكم على حاجة، هو كمان بيساعد على زيادة الوزن، إزاي؟ عن طريق إن هو بيحسّن الهضم، بيمنع موضوع السموم ده، ولمّا بيمنع موضوع السموم بيخلّي الطائر عنده حيوية، فبياكل كويس جدًا، يستفيد من العلف كويس جدًا، بيحسّن أوي من موضوع الهضم، فبالتالي برضه هتلاقي إنه إيه، الوزن بتاع الطائر زاد. طيب ده كده إحنا بنستخدمه جرعته قد إيه؟ ده مهم جدًا، جدًا الدوا ده يا جماعة. جرعته بتبقى 5 سنتي من 3 ل5 سنتي، يعني أقصى حاجة هنعملها من 3 ل5 سنتي، على لتر المَيّة نستخدمه من بعد اليوم العاشر، وكمان مع تغيير العلف من بادي لنامي مهم جدًا، جدًا، خدوا بالكم، تغيير العلف من بادي لنامي إحنا لازم نستخدم فيه مضاد سموم، علشان بيعمل لهم زي لخبطة كده في الأمعاء، لمّا بنغيّر تركيزات العلف من تركيز 23 للتركيز الأقل اللي هو 21 فده بيعمل فيه لخبطة. فعشان نحافظ على يعني أمعاء الطائر ما يحصلوش إسهال وما يموتش برضه من موضوع السموم ده، وننشّط الكبد، فإحنا بنستخدم الدوا اللي أنا قُلت لكم عليه ده طبعًا بديل إن إحنا نروح نجيب من عند البيطري. خلّينا ندخل بقى على الدوا السادس، وطبعًا ده هو يعني حاجة معروفة جدًا، جدًا ومنتشرة وهو كيس كده محلول معالجة الجفاف. كيس محلول معالجة الجفاف ده من أحد برضه الأدوية البشرية اللي إحنا بنستخدمها، نستقبل بيه الطيور، فده بيعتبر إن هو زي بيدّيهم طاقة بنحطه على لتر المَيّة، هو كيس واحد بس بنحطه على لتر المَيّة، فبيدّي طاقة للطيور وبيخلّيها كده تبدأ الدورة إيه بحيوية وما تبقاش ضعفانة والكلام ده، يعني ده مهم جدًا، جدًا في أول يوم من استقبال الكتاكيت بتاعتنا. خلّينا ندخل على الدوا بقى السابع، وهو عايزة أقول لكم على حاجة، الجو دلوقتي برد جدًا، طبعًا أنتم عارفين إن في فيروسات منتشرة والجو متقلّب، وبييجي حاجة اسمها زي الشوطة كده، ده بيبقى فيروس يا جماعة بيضرب الفراخ يعني بتاعتنا لا قدّر الله. فإحنا لازم نعمل إيه، لازم نحاول نرفع المناعة، هنرفع المناعة إزاي بقى؟ بدوا أقوى رافع مناعة بشري في الجو اللي إحنا موجودين فيه ده، هو اسمه إيمولانت. إيمولانت ده ممتاز جدًا، بيرفع يعني مناعة الطيور، وبتخلّي مناعة الطيور بتاعتكم زي الحديد قدّام أي عدوى أو فيروس هيضرب، لأ هم خلاص كده، كده مناعتهم قوية. وكمان لو إحنا كنا مستخدمين مضادات حيوية فإحنا بنرفع برضه مناعة الطيور بتاعتنا عن طريق برضه الأميولانت ده بعد استخدام المضاد الحيوي عشان الفراخ ترجع بقى زي ما كانت، تمام، بنستخدمه قد إيه برضه من 3 ل5 سنتي على لتر مَيّة بنحطه كده مثلًا مرتين والّا حاجة في الأسبوع، عشان يرفع المناعة بتاعة الطيور. خلّي بالكم بقى، الغلطة اللي أنا قُلت لكم عليها بقى في أول الفيديو اللي أنا قُلت لكم باقول لكم عليها خلّي بالكم يا جماعة إن إحنا نحاول ما نزوّدش الجرعة، يعني الدوا البشري طبعًا تركيزه بيبقى عالي وبيبقى في الأساس هو موجه للبشر، فيعني إحنا قُلنا 3 سنتي ل5 سنتي يبقى هي أقصى حاجة إن إحنا نستخدمها هي 5 سنتي بالسرنجة كده، ونحاول إن إحنا نسحب كده بالعدد يعني بلاش نزوّد كده من دماغنا علشان ما نتعبش الكلى عند الطيور ونعمل نتيجة عكسية. خلاص، أنا كده يا جماعة حاولت يعني على قد ما أقدر إن أنا يعني أفيدكم، إن أنا أقدّم لكم أهم الأدوية، لو افتكرت حاجة تانية إن شاء الله هاعمل لكم بقى بيها فيديو تاني. إن أنا أقدّم لكم الخلاصة علشان توفّر معاكم وفي نفس الوقت تنجحوا في يعني تربية الطيور بتاعتكم. لو استفدتوا ولو بمعلومة واحدة شاركوا الفيديو ده مع غيركم عشان الكل يستفاد،
وسؤالي ليكم بقى النهارده، عايزاكم بقى تقولوا لي إيه أكتر مشكلة بتقابلكم في تربية الطيور اليومين دول وفي الجو ده؟ اكتبوا لي يالّا في التعليقات وهارُد على كل الناس، أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، دمتم بخير وبيوتكم دايمًا مليانة بالخير، السلام عليكم.